رسالة النهاردة من ديلي إنسايد بتقول: الخدر العاطفي ببساطة هو لما تحس إنك مش قادر تحس، مش قادر تتفاعل مع الناس أو حتى مع نفسك، تلاقي نفسك ما بتضحكش زي زمان، مش متحمس لحاجات كنت بتحبها، وحتى علاقاتك مع الناس حواليك ما بقتش نفس العلاقة. مش حاجة غلط فيك، ده غالبا آلية دفاعية لجسمك وعقلك لما يكون اتعرض لضغط نفسي شديد أو صدمات مستمرة. ازاي تعرف انك ممكن تكون عايش الخدر العاطفي ده؟ في شوية علامات واضحة: مش قادر تبكي أو تفرح بسهولة، تحس بالفراغ الداخلي حتى لو كل حاجة حواليك تمام، بتحاول طول الوقت تتجنب العلاقات أو التواصل الاجتماعي، وتحس إنك سايب نفسك على وضع آلي زي ما حياتك ماشية أوتوماتيك. لو حسيت بأي حاجة من دول انت مش لوحدك. خليني أقولك إنه الأسباب ورا الخطر العاطفي كتير، زي ضغوط الحياة اليومية، صدمات عاطفية، خسارة حد أو فشل علاقة، التعود على كبت المشاعر، وأحيانا اختلال كيميائي في المخ بيأثر على مشاعرنا. لكن في أمل، ومش لازم تعيش الحالة دي لوحدك. أول حاجة اعترف إنك محتاج شعورك يرجعلك، ده مش ضعف، ده بداية التغيير. حاول تتكلم مع حد تثق فيه أو مع مختص نفسي، الكلام بيفتح أبواب كتير مغلقة. ارجع للنشاطات كنت بتحبها حتى لو مش حاسس بمتعتها دلوقتي، الحركة بتساعد الدماغ يرجع يتفاعل تاني. مارس التأمل أو الكتابة اليومية، دي طرق بسيطة توصل شعورك لنفسك، خطوة خطوة هتحس بالفرق حتى لو بسيط. الخدر العاطفي مش نهاية العالم، دي إشارة لجسمك وعقلك إنك محتاج ترجع تحس وتعيش تاني.